هو واحد من أبرز 5 علماء كيمياء في العالم، هكذا وصف في المحافل الدولية. العالم العراقي الدكتور جليل الخفاجي الذي حصل على 9 براءات اختراع داخل وخارج العراق، منها استخدامه لصبغ الكرفس والسبيناغ كعلاج سرطاني. يتحدث لنا عن مسيرته العلمية. المهمات منها جدا مهمات، واللي حقيقة غيرت مفهوم الصناعة، ألا وهو خزن ونقل الحديد الإسفنجي. هذا لقيته بأمريكا حقيقة. وقفوا الناس هناك بأمريكا قاموا يسوون سهل بسيط ذكي على البحث. ثم أيضا البحث الآخر اللي هز الصناعة كلها هو استخدام الماء بدل الغاز الطبيعي في صناعة الحديد. سافر الخفاجي واشترك في العديد من البحوث العلمية في العالم. طلبت منه الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وقطر، حتى إسرائيل طلبوا منه أن يبقى في بلدانهم ويعطى كامل الحقوق، لكنه رفض. الفكرة الأبرز التي اكتشفها في الوقت الحاضر هي فكرة عصير الشوندر، الذي يعد واحدا من أبرز الحلول المناسبة لمواجهة العناصر السامة في الجسم. عصير الشوندر يتحدث عنه ويؤكد أنه الاكتشاف الأبرز والصحة الدائمة. حقيقة اشتغلت عليه هواية، واللي لاحظناه حتى بشغل يعني عملي مو حكي. كلفنا أحد التدريسيين يحلل الإدرار ماله مثلا، ثم شرب شوندر عصير ميكانيكي مركز. ورا ما طلع ويا الإدرار أخذنا نفس نموذج من الإدرار، فحصناه شفناه أهم شغلة بيه يسحب السكريات من الدم، يعني الزيادة مال السكريات يسحبها يطلعها ويا الإدرار، وهذا معناه ما يعطي شانس للنشا أن يتجمع في الجسم، معناه السمنة. 2 أيضا شفنا يصعد الحامضية مال الإدرار، فيقلل النيرفزيتي اللي هو احنا نسميه القلق، وكذلك العصبية للإنسان. و3 هو يمنع السرطان. نجيب شوندر ننظفه بالمي العادي، ننظفه تنظيف جيد من الطين والأتربة، وثم نسوي شرائح بسكينة حادة حتى سهولة. هاي الشرائح تعصر حتى نسهل أمرها على الماكينة. ويشرب. حتى إذا واحد ما عجبه خليه بالثلاجة شوية يبرد يكون كلش طيب. حقيقة هو بسكر حر قليل. وأنا طالبت الزراعة، الإخوان الباحثين في الزراعة أن ينتجون بذور شوندر قليلة السكر الحر، على مود حتى ما يصعد أي سكر، رغم ما هو يسحب السكر من الدم الزايد ويطلعه برا، فهو أيضا يساعد المصابين بالسكر. كادر بلادي عاش مع الخفاجي في يوم متواصل لنعرف آلية العمل والدراسة. أبرز ما اكتشفه أيضا هو استخدام الماء الطبيعي بدلا عن الغاز الطبيعي في صناعة الحديد. هو الأول على مستوى الدول العربية وكذلك العراق، فتجاوز هذه الحدود لنصل إلى العالم، فهو الخامس على مستوى العالم بشكل كامل. له 8 براعع اختراع، تميزت آخرها بعصير الشوندر يدعو المواطنين لشرابه. تحدث لنا طويلا عن إيجابيات مسيرته العلمية. أحمد عماد، قناة بلادي، محافظة بابل.